في الفقرة الرياضية لنهار اليوم مشاهدينا الأفاضل راح نواصل الحديث الشيء اللي بدينا فيه في الحلقة السابقة، وهو تناول الهرمونات خطر يهدد صحة الرياضي. وكان حاضر معنا الأسبوع اللي فات كوتش أمين مقربة اللي حكى على تجربة خاصة وشخصية في تناول الهرمونات. راهو حاضر معنا صباح اليوم باش يواصل الحديث على هذا الموضوع. صباحك سعيد كوتش أمين ومرحبا بك في الاستوديو مرة ثانية. صباح الخير خويا يوسف. بارك الله فيكم على الاستضافة الثانية. شكرا لك كوتش أمين لقبول دعوة البرنامج مرة أخرى، لأنه عادة كما قلت في بداية الحلقة اللي فاتت أنه الإنسان ما يحاولش ولا ما يحبش يحكي على تجربته الخاصة في هذا الموضوع، لكن تفضلت أنك تفتح الموضوع لمرة ثانية وثالثة ورابعة باش يتعظوا الناس والشباب اللي راهم يشاهدوا فينا. فتحية ليك، وهذه من قوة شخصيتك بكل صراحة. إن شاء الله ربي يحفظك. حنا الحاجة اللي نقدروا عليها نعاونوها، والحاجة اللي صارت لنا لينا إن شاء الله ما تصراش للناس كامل. إن شاء الله يا ربي. طيب نواصل الحديث على تناول الهرمونات وخطرها على صحة الرياضي. أنت كنت تناولت للأسف الشديد الهرمونات فيما سبق، ولكن اليوم راك تخلي الجسم ديالك يتعافى من هذا الشيء ولا يتجاوب بطريقة طبيعية مع الرياضة بعيدا عن تناول الهرمونات. طيب أمين، وشنو هي الطرق اللي اعتمدتها في التخلص على الهرمونات من جسم الإنسان؟ هل امتنعت ووقفت تناول الهرمونات بصفة يعني مفاجئة، ولا حاولت تنقص بداية؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة مباركة كامل المشاهدين. الحاجة الأولانية هي كي تجي تحبس الهرمونات، الحاجة الأولانية لازم البسيشيك يعني تكون واجد، يعني مورالمون نفسيا تقول باللي أنايا راح نحبس سواء البطولات ولا هاد لي بريباراسيون هذوما اللي تاع المحترفين لازم يكون فيهم هرمونات، أي في كامل الأجسام. تسمى بسيشيكمون راك حاضر باللي أنايا راح ندير هاد العفسة ونكمل بها بسيشيكمون. ومن بعد تيك من الجانب الطبي كما نقولوا، لازم الجانب الطبي، ولازم الجانب ثاني حاجه واحده اخرى، لازم عندك الماكله تاعك تسوي فيها. وحاجه تروازيام هو البروتوكول تاعك اللي يمشي عليه الطبيب، هو اللي يعاونك فيه، فهمتني؟ باسكو علاه كل واحد كيفاش راح يخرج. باغ اكزومبل انايا باك جاني بروبليم في عندي الانزيمات تاع الكبد تاعي طلعوا لي، فهمتني؟ كاين واحد اخر يجوه بروبليم في ليرا، كاين واحد اخر يجيه في البنكرياس، كاين واحد اخر يجيه في كما نقولوا حنا في الجهاز التناسلي تاعو. كل واحد وكيفاش، فهمتني؟ هذو الاعراض هذوما يبانوا كما نقولوا حنايا على حسب الانسان. وكاين اللي ما يخرجش، كاين اللي ما يصيبوا والو، كل واحد وكيفاش على طبيعه جسم الانسان، جسم الانسان وعلى طبيعه الماده المتناوله ايضا. نعم، اولتها الماده المتناوله تكون كما نقولوا حنا اوريجينال، الحاجه الاولانيه خارجه من لابو بيان. والدوزيام البروتوكول تاع هذاك الرياضي كان يدير الهرمونات بصح ياكل صحي، خاطر كاين الناس دير الهرمونات يعتمد غير على الهرمونات، والماكله يدير شويه يثير الزيوتي والقليان هذاك ياثر. تسمى البروتوكول تاعك يكون في الهرمونات وما ذلك يكون في التغذيه تكون سليمه، يعني راح تخرج كما نقولوا احنا باقل ضرر. بصح هي يقعد غامض، يقعد علامه استفهام. اكيد. طيب امين، ربما حكينا في العدد اللي فات وزدنا وصلنا في عهد العدد تحديدا، لكن خليني فقط نستقبل مكالمه هاتفيه من الطبيب ياسر علوني، راهو حاضر معنا صبيحه اليوم من خلال هذه المكالمه باش يضيف على هذا الموضوع طبيا. بداية خلينا نقول صباح الأنوار سي ياسر، وشكرا على هذا المداخلة. صباح الصحة والنشاط خويا يوسف، لا شك على واجب هذا من واجبي تجاه المشاهدين داخل وخارج الوطن. أكيد. شكرا لك ياسر. حكينا على بداية على تناول الهرمونات، لكن من الناحية الطبية وش دير الهرمونات لجسم الإنسان، الهرمونات المصنعة لجسم الإنسان لما تدخل فيه؟ شوف يوسف، هنا كاين إقبال على حقن الهرمونات يعني بمختلف أنواعها عند الشباب، يعمل لأجل تكبير العضلات، خاصة المخاطر استخدامها دون مشاورة الطبيب. هذا هو الأهم المشكل اللي رانا احنا دائما نتكلموا عليه. الهرمونات هذه عندنا نوع معروف هو الستيرويدات البنائية، أي الأنابوليك ستيرويد، فيها هرمونات النمو وهرمونات الذكورة التستوستيرون. هذه الهرمونات يعني تؤدي إلى تضخيم العضلات، وتعني تعطينا يعني تساعد يعني في إصابات يعني الرياضي، وتدير يعني أكسجين في العضلات، ولكن استعمالها يعني بجرعات كبيرة ودون استشارة طبيب احنا راح ندخلوا يعني في المشاكل الصحيه دون توقف، واللي تؤدي للاسف عده رياضيين شفناهم للوفيات بسبب الازمات القلبيه. طيب دكتور، ربما راهو حاضر معنا الرياضي ياسين وحكى على تجربته في تناول الهرمونات للاسف الشديد، ولكن لحد الان ياسين ما على بالوش امين ما على بالوش وشنو هي واش راح يصرى له ربما في المستقبل، وشنو الى ما تؤدي النتيجه ولا النتيجه الحتميه اللي تؤدي لها تناول الهرمونات من فضلك. شوف
يوسف، حنا هاد الهرمونات يعني من المفروض الجسم الانسان يعني يسمحهم يعني بطريقه طبيعيه. مثل هرمون النمو لا سوماتوتروبين وهرمون الذكوره لا تستوستيرون. هاد الهرمونات يعني لما انت عندك في الجسم تاعك تروح تحقنهم بجرعات يعني كبيره دون استشاره الاطباء والمختصين، هذه الهرمونات حيكون عندها فعل عكسي على الصحه تاعك. اول شيء يعني اكثر شيء يعني راح يؤثر على عضله القلب. يعني عضله القلب يعني تحمل يعني نسبه معينه تاع هرمونات. انت لما راح تزيد لها هذيك الجرعه راح تؤدي يعني في العكس في العضلات القلبيه وبالتالي توقف القلب. عندنا ايضا تاثير على الجهاز العصبي. شفنا عده رياضيين يعني معروفين عالميا اصيبوا بمرض الباركنسون. مرض الباركنسون يعني هو اختلالات في الاعصاب يصاب بالرعشه الى اخره، وهذا بسبب تناول الهرمونات دون يعني جرعات محدوده. ايضا عندنا مرض السكري من النوع الثاني بسبب زياده في هرمون النمو. هرمون النمو هذا اما يفرز بسبب يعني احنا نمدوه يعني لاسباب مرضيه، يعني بسبب نقص النمو عند الاطفال الى اخره. لما تروح تاخذه راح تزيد تسرع في الميتابوليزم يعني تاع الجسم تاعك، راح يؤدي الى اصابه بمرض السكري وتضخم في عضله القلب، وايضا يؤدي الى الوفاه بسبب الازمات القلبيه. عندنا ايضا مشاكل يعني في الانزيمات الكبديه. عندنا تضخم في البروستات وبالتالي الاصابه من بعد بسرطان البروستات اللي نتكلموا عليه ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله. عندنا تمزق في الاوتار والاصابات العضليه. هذه الاوتار هي اللي تربط العضلات بالعظام. عده رياضيين يجونا العيادات يقول لك عندي خلل في الاوتار تاع الربطه لي طوندون. هذه بسبب يعني الهرمونات وبسبب المنشطات. عندنا ايضا ارتفاع في الكوليسترول الضار ال كوليسترول الضار. هذا ال يعني الارتفاع تاعو قد يؤدي ايضا الى يعني عده مشاكل صحيه. عندنا يعني ايضا اخطر شيء يعني بزاف يعني الشباب يعني يحبوا يتفادوه هو يعني العقم للاسف بسبب هذه الهرمونات التي تحقن بدون يعني جرعات وبدون استشاره طبيه. هذه هي ملخص تاع اهم الاصابات اللي يقدروا يتعرضوا عليها بسبب هذه الحقن والجرعات الغير يعني محدوده. طيب امين، هل كنت تلاحظ على نفسك ربما بعض الاعراض من الاعراض اللي كان يحكي عليها الدكتور كما زياده ضربات دقات القلب ولا تغير في سرعه دقات القلب وحتى ربما في اعصابك ولا الناحيه النفسيه كنت تقلق بزاف لما تناول هذه الهرمونات؟ شوف، هي الهرمونات هي عليك الحاجه اللي واعره فيها هو كما قال لك الطبيب هو الاعصاب في الراس. بار اكزومبل هذا الهرمون ترامبولون هذا ياثر بزاف على الجهاز العصبي، خطير على الجهاز تولي العصبي، مقلق نيرفو. وحاجه دوزيام عندك تاع الغده الدرقيه، كاين بزاف يستعملوا عنده ميتابوليزم تاعو ثقيل باه يحرق. واش يروح يستعمل تيتروا تيكات، يدخل في يستعمل ثاني مضرات البول اللي يخلوه تاعهم على بالهم تاع لا طونسيون. هذوما يزيدوا لك في الميتابوليزم، يعاودوا يشوشوا كامل الكور تاعك. واش تولي نتايا يولي من نبضات القلب تزيد، الرعشه في اليدين، باسكو علاه الميتابوليزم تاعك خلقوا تلاحظوا هذا الشيء عليك انت؟ بيان سور جميع الرياضيين هذوما اللي كما قال لك الطبيب اللي سورتو اللي ما يعرفش يدير الجرعات، فهمتني؟ باسكو كاين الناس كيفاش دير. دوك انا نوزن حاليا نوزن 98 كيلو، فهمتني؟ عندي هرمونات تاع 98 كيلو، عندي دوزاج تاع 98. بصح انا يجيني واحد اخر يقول لي نحب ندير هرمونات نوزن 75 ولا 70 كيلو ويدير الجرعه تاعي. امبوسيبل راح يحمل الكور تاعو، باسكو العضلات تاعو ماهوش كيف بالك انا القلب تاعي ماهوش كيما تاعو. هذه الجرعات هذا شكون اللي كان يعطيكم الجرعه هذه؟ تكون من راسكم ولا تقييميه ولا تقديريه؟ شوف ولا؟ هي الجرعات هذه الحاجه الاولانيه كي يكون واحد بيان كيما قلت لك في الحصه الاولى، قلت لك كون نروح زعما عند اوندوكرينو كاين اللي ما يقبلكش، ما يقول لك انا ما نتحملش مسؤوليه تاعك. اكيد. انا كي كان عندي اون باراليل صاحبي هذا اوندوكرينو، يعني كنت تناولهم بطريقه غير علميه كيما نقولوا احنا علميه، وعندي الكوتش تاعي اكسبيريونس، يعني كيما نقولوا حنايا جايز على هذه المراحل. طيب دكتور اسمح لي فقط، هل الاكسبيريونس كما قال او الخبره تعطيه ولا تخولوا انه يعطي للرياضيين جرعات مثل هذه في الهرمونات؟ شوف انا ضد الكلمه تاع الخبره. هذه الخبره يعني قد تنطبق على شخص ولا تنطبق على شخص اخر، لان انت كل شخص والصحه تاعو، كل شخص والهرمونات تاعو. هي من الافضل تروح عند المختص وقبل ما يعطيك الهرمونات تقوم بالتحاليل اللازمه، لان قد تؤدي يعني قد دير خطر نفسك بلا ما يعني بلا ما تفيق بلا ما تحسبها. خاطر لان الخبره هذه يعني غير موصوفه يعني اكيد. طيب دكتور عنده اضافه امين؟ دكتور بارك الله فيك. الخبره مانيش نتكلم على الهرمونات انه هو يمد لك سايكل، الخبره انه ما يخليكش دير حاجه اللي حضرك، فهمتني؟ الخبره راح ينقص لك اعراض زياده، فهمتني؟ هذه واش معناتها خبره؟ اكسبيريونس. يعني نتايا هذه الحاجه راح تضرك في اللاج هذايا، بار اكزومبل انت اللاج تاعك 22 زون ما يديرلكش ترامبولون، يدير لك تيستوستيرون، العكس باسكو ديجا الهرمونات تاعك راهم في السما. بار اكزومبل زعما هرمون النمو كاع يديروا لاجياش هو في
25 23 سنه لاجياج تاعو ديجا يتمد او يمد عطاء، ماشي كيما واحد تاع 35 سنه حيد رجع اكثر منه. هذا واش راني نفهم فيك، تسمى ليكسبيريونس يمد لك حدود، يقول لك انت هذه ما ديرهاش، هذه ما ديرهاش، هذه هي سي سا ليكسبيريونس، يختصر لك الطريق وما يطيح باش ما تطيحش. فهمتني؟ هذا واش قلت له. طيب دكتور عندك اضافه؟ انا شوف فهمتوا عنده الحق الاخ امين، هو يمد لك لازم يمد لك جرعات حسب السن، يعني والجرعه موصوفه ولمده محدده، يعني ما تشربها انت لمده اطول، يعني ماشي حتى يبانوا النتائج، لانها قد تؤدي الى امور عكسيه. ايضا هناك يعني بدائل لزياده حجم العضلات، يعني كمثل الحليب وهو متوفر، وايضا الكرياتين لفتره محدده مع استشاره الطبيب، ايضا مع التغذيه الصحيه الغنيه بالبروتينات، وهذه طيب دكتور في الختام، ربما هل يقدر يكون امين اللي راهو حاضر معنا اليوم ببنيه عضليه ما شاء الله عليه يكون مريض وهو ما على بالوش جراء تناول هذه الهرمونات؟ يعني هي شوف كاين اعراض، يعني امراض بان بالاعراض تاعها مسبقا، وكاين ما تبانش حتى بعد مرور سنوات. احنا هو المشكل تاعنا، احنا من الافضل الرياضيين يكون دائما في استشاره مع الطبيب تاعو، يقوم بتحليلات دوريه، يدير دي كونسلطاسيون مره على مره، ما يغفلش على نفسه، لان شفنا عده رياضيين محترفين اصيبوا بازمات قلبيه وللاسف تعرضوا للوفاه. احنا دائما اكدوا على التحليلات الدوريه وعلى استشاره الطبيب في كل مره. شكرا لك دكتور ياسر علون على هذه المداخله، وشكرا على المعلومات القيمه اللي قدمتها لنا والمشاهد، وايضا الكوتش اللي راهو حاضر معنا. كوتش هل عندك اضافه في الموضوع؟ هل ربما تحب توجه رساله ايضا للناس؟ نقول لك ان شاء الله ما يصيبك والو. ان شاء الله يا ربي. هي هذه العفايس، هذا اللي قلت لك ديك المره، هذه العفايس كيما نقولوا هذا الدومين هذا هو هوس، فهمتني؟ الحاجه الاولانيه لازم الانسان يبعد على كل واحد كيفاش تجي هذه البريودات تاع الهرمونات. ولا انا بالك شفت طريقي، عندي دي زوبجيكتيف باش درتها محتمه، فهمتني؟ كانت محتمه وشاب بديتهم 21 سنه، فهمتني؟ شغل كذا غرور، راك تعرف فورما لازم دير. بصح كاين الناس دوكا دير هرمونات ما عنده اوكان اوبجيكتيف مون فرير، ما يطلع ني ستيج ني يروح يدير لي كومبيتيسيون ولا يخدم بها والو. كاين الناس اللي نعرفهم يديروا هرمونات بصح يخدموا بها، حتى راهم يشيروا فيهم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، راهم على بالهم مش حتى المحتوى تاع العبوات تاع هاد الهرمونات واش فيها. هذه حبيت نلحق لك رساله للناس اللي راهي تشري هرمونات في التواصل الاجتماعي. انا ما تعرفش هذاك الانسان واش راح كاين والماده هذيك واش فيها، سورتو ماده باغ اكزومبل نقول لك تيستوستيرون ينتجوا الكور تاعنا وكاين في الكور تاعنا تقدر، بصح انت حاجه غامضه يعطيها لك في باطا ما بالكش كاع وشنو هي، ما داروش عليها دراسات بزاف. لا تيستوستيرون داروا عليها دراسات بزاف بلوطار يشوفوا كيما قال لك الطبيب. عجبني في حاجه قال لك لي زيفي سيكوندير تاعي انا شخصيا ما يبانوش دوكا، قادر يبانوا على 10 فهمتني؟ قادر ما يبانوش، قادر يبانوا غدوه غير غدوه، فهمتني؟ هذه هي اللي حنا والهرمونات هذو يقعدوا قلت لك عالم غامض، يعني علامه استفهام. ما كاش من هذا يقول لك انا نضمن لك 100% حتخرج ما كانش مرض، فهمتني؟ والحمد لله يا ربي، هذيك تقعد على ربي. الحمد لله يا ربي، دائما ما نوصلوا رساله ايجابيه، رساله جميله ونبيله من هذا الاستوديو، من هذا المنبر، من هذه الفقرات تحديدا، انه الناس يمارسوا الرياضه بطريقه طبيعيه، يتفادوا الوصول الى درجه الهوس بالرياضه وبكمال الاجسام. الرياضه من اجل صحه الانسان، ماشي باش تاخذنا الى باش نضروا بصحتنا كما نقول بالعاميه. كوتش امين حضر لنا في جزئين متتاليين باش يحكي على خطر تناول الهرمونات، قال لكم باللي لازم نتوقفوهم، وحتى نداء لهذا الناس اللي راهي تبيع هذه الهرمونات للاسف الشديد، اتقوا الله في هذا الناس وفي هذا الشباب اللي ما على بالهاش واش راهي تتناول. هذا الشباب اللي راهم يحلموا بجسم مثالي ولو بطريقه او باخرى يحبوا يوصلوا، اليس كذلك؟ يمديهم اوهام، اسمح لي خويا يوسف، يمديهم اوهام. الاخر عنده فورما، زعما انا عندي فورما نقول له دير ومنا اوهام يمدلك اوهام. بيع الوهم، هذه هي، وتشري المرض الجسم ديالك بدراهمك للاسف الشديد. وباش تعالجوه صعيب، بس سورتو في الفتره تاع الهرمونات تاعك تكلف دراهم كبار، ماشي دراهم صغار زعما نقولوا مليون و2 ملايين، لا تحاليل طبيه تاعها تلحق حتى 7 ملايين للاسف الشديد. 7 ملايين تصرفها باش من بعد تضر الجسم ديالك، هذا امر ما يقبله لا ربي ولا الانسان. لازم ترجعوا الى الطريقه الطبيعيه ونمارسوا الرياضه بطريقه عقلانيه، ناكلوا هيلثي او صحي، وناكلوا ولا الدراهم اللي راح نصرفوهم على هذا المواد المصنعه للاسف الشديد او السموم اللي ندخلوها لجسمنا، تناولوها ماكولات نقسموها على يوميتنا، هكذا نتلذوا بالحياه ونتلذوا حتى بالماكولات. كوتش امين، في الختام رساله مفتوحه، الكاميرا قدامك، وجهها لكل الشباب اللي راهي تشوف فيك، سمحت اليوم باش نختموا هذه الفقره. نصيحه اللي نمدها لهم، انا نقول لهم خوتي بعدوا بزاف على الهرمونات، ونحكي انا نحكي لكم عن التجربه. ولا لحقت وكاح دير، خمم مليح مع روحك، لازم يكون عندك اون فيزيون، باسكو علاه مستقبلا قد ما تكبر قد ما راح تندم.
فهمتني. وما كاش واحد تقول له دار فلان وخرج بخير ودار فلان خرج بخير، جامي. يعني الواحد لازم يكون واعي وعلى باله واش هو يدير، وان شاء الله ربي يحفظكم ويستركم وربي يوفقكم. شكرا لك وشكرا لقوة شخصيتك ولقبول دعوة البرنامج باش تحكي على تجربتك الشخصية فيما يخص تناول الهرمونات. بالتوفيق في مسارك الرياضي وفي مشوارك أيضا. ان شاء الله يا ربي، بارك الله فيك.